على قدم وساق تجري الأشغال على مشارف مراكش، حيث ينتظر أن تقام اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد لأول مرة في إفريقيا منذ عقود. وإن ضرب الزلزال المنطقة ودمر أسوارا وبيوتا في المدينة العتيقة، إلا أن هذا المجمع من المباني المؤقتة والخيام العملاقة لم يتضرر. هذا القرار كيدل على الثقة اللي كتحظى بها المملكة المغربية من طرف هذه المؤسسات جراء التدبير المحكم والفعال والناجع لتبعات هذا الزلزال المؤلم ديال الحوز اللي اندلع يوم 8 سبتمبر. اتخذ قرار البنك الدولي وصندوق النقد بعدما تأكدت المؤسستان أن إقامة الاجتماعات لن تعرقل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وبما يضمن سلامة المشاركين. انطلقت بالفعل عمليات ترميم البنى التحتية التي تضررت جراء الزلزال، وتم إيواء المنكوبين، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في مراكش. بالنسبة لمراكش وبالنسبة للمملكة المغربية بصفة عامة ستستفيد من رواج اقتصادي، ستستفيد المؤسسات السياحية بطبيعة الحال من خدمات متعددة ومن مداخل متعددة، إضافة إلى تسويق صورة المملكة المغربية كمملكة وكبلد عرف بتنظيم اللقاءات الكبرى وبالمحطات الكبرى. وينتظر أن تستقبل مراكش في هذه الاجتماعات نحو 15,000 من المشاركين من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الدولية من مختلف بلدان العالم. رغم الزلزال الذي ضرب المنطقة، استطاع المغرب باستجابته السريعة وتدبيره لتداعيات الكارثة أن يقنع البنك الدولي وصندوق النقد بالمضي قدما في اجتماعاتهما المقررة في أكتوبر المقبل. أنس عياش، الشرق، مراكش.